موقف أثّر فيّا. كان سنّي عندي 12 تقريبًا سنة أو 13 سنة، وكنا داخلين على عيد أضحى، وكان إحنا في الأيام دي بنشتري أضحية العيد، كل سنة وأنتم طيبين. فجبنا الأضحية الصبح، بنتفرج عليها وكده. إحنا عندنا في الأرياف ممكن الحاجة تبقى عندنا يوم نتفرج عليها. فاتفرجنا عليها فهي ما عجبتش والدي. فقال لازم الحاجة دي ترجع دلوقتي للراجل. الراجل ده بينا وبينه مثلا 3 كيلو أو 4 كيلو. الكلام ده بيقوله لبابا. الحاج بيقوله مثلا الساعة 2 3 الفجر، قبل الفجر. فأنا وأخويا الأكبر مني قلنا له يا حاج خليك، خلينا بعد الفجر يكون نصلي الفجر ونروح يكون الفجر جدا والنور ابتدى يبان. فبابا أصر إن هو قال لي لأ، عشان خاطر لو الراجل هيبيعها تاني لحد تاني يروح بقى السوق ويلحق. فغصب علينا ورحنا غصب عننا. رحنا في الفجر ومشيت ورا مع اخويا ورحنا ورجعنا الحاجه للراجل. طبعا الموضوع كان صعب شويه بالنسبه لنا. فاتضح بعد كده ان هو والدي كان بيعلمنا ان احنا ما نخافش، ويعلمنا ان احنا نعتمد على نفسنا، ويعلمنا ان احنا برضو ما ناجلش حاجه لبكره. الحاجه دي على فكره او اليوم ده اثر فيا جدا لحد دلوقتي. أنا الحمد لله مش ما عادش بخاف من، ممكن ده اللي يكون يعني كسر حته ان انا ما اخافش من الضلمه او ما اخافش من حاجه زي كده. آه، او ما اجلش برضو عمل الحاجه لبكره. الحاجه دي اثرت فيا جدا. فانا حبيت اقولها لكم ممكن تستفيدوا بيها. ان انت مثلا لازم تعمل حاجه اللي انت تكسر حاجه اللي بتخوفك بدري بدري، عشان خاطر لما تكبر هتبقى عيبه في حقك ان انت تعمل حاجه خايف منها قدام الناس يبقى شكلك وحش. السلام عليكم.